معظم الناس حاليا اول ما بتصحى من النوم بتسحب الموبايل بتاعها من تحت المخده وتبدا اول دقيقه في يومها بتصفح وسائل السوشيال ميديا وبالتحديد الفيسبوك والانستجرام. طبيعي لو قابلك صوره ولا ستوري ولا فيديو لحد من صحابك بيشارك سفريه او رحله او انجاز ولا حتى نجاح صغير، دي بتكون ضربه قاضيه ليك كده في نص دماغك في اول يومك، الا من رحم ربك، لانك وقتها بتحس بالنقص والغيره، بتحس ان وانت قاعد على سريرك وعندك شغل مستنيك بعد نص ساعه، في ناس تانية عماله تسافر وتتصور وتستمتع وانت رايح الشغل ومطحون كل يوم في الطحنه اللي مفيش غيرها يوميا وبقت روتين ممل في حياتك. احساس صعب بيخليك تحبط وبيخليك تفضل تلوم في نفسك وحياتك وشغلك، وبتكون غير راضي تماما عن كل حاجه في حياتك، وتبدا معاك رحله الهلاك والدمار، وهي المقارنه بينك وبين الناس وبين الحاجات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا. لو فكرت كويس وبتركيز في المثال اللي اتكلمنا عنه حاليا، برغم انه ممكن يبان مثال بسيط، هتلاقي ان دي الحقيقه للاسف، وان اللي بيحصل معاك كل يوم بالظبط هو ده السبب الرئيسي اللي مخليك دايما حاسس بملل واكتئاب واحباط ويأس وحياه ملهاش معنى، وهو انك تبدا تقارن نفسك وحياتك بالاشخاص اللي انت بتشوفهم على السوشيال ميديا، لان دي مش الحياه الحقيقيه ولا عمرها هتكون الحياه الحقيقيه، دي مجرد اوقات سعيده واوقات فيها متعه الناس بتخليك تشوفها بس، لكن مش دي الحياه ولا تنفع تكون الحياه الاساسيه او الحياه اللي احنا بنعيشها كل يوم. بطل تقارن نفسك بالناس اللي على السوشيال ميديا، لان دول اللي مخليينك ناسي حياتك وناسي اللي انت عايز تعمله وبيدخلوك في المود اللي انت فيه حاليا.